السوشيال ميديا أحد الأسباب مع تغير الثقافة وغياب القدوة خلت الإنسان السيدة أو الرجل واخد قيمته من شكله، للأسف واخد قيمته صحيح. من الهدوم اللي هو لابسها، واخد قيمته من العربية اللي هو راكبها، واخد قيمته آخر حاجة بيفكر فيها قيمته الإنسانية وقيمته الوظيفية وقيمته القيمة اللي بيقدمها للمجتمع. فطبعا ده خلى هاجس نفسي رهيب على عند البنات، خصوصا لأن السيدات دايما هم يحبوا يظهروا بشكل كويس. دي حقيقة من آلاف من يوم ما البشرية اتخلقت، فطرة فطرة بالبنات. صحيح. لكن لا، خلت الناس انا حياتي كلها في شكل مناخيري، في شكل سحبة عيني، في شكل وشي، في شكل لا مش معقولة، انت يعني قيمتك اكبر من كده بكتير. فده شكل ضغط، شكل ضغط رهيب، شكل ضغط غير طبيعي. الترندات اللي بتطلع على السوشيال ميديا ببعض المشاهير، وشوفي حلوة ازاي، شوفي جميلة ازاي، كلنا لازم نبقى شبهها، شوفي الرجالة بيحبوها ازاي او حابين الشكل ده. ش- شكل ضغط رهيب. الموضوع اعمق من السوشيال ميديا. مم. تعامل الاخرين، تعامل الرجل مع المرأة، ان هو شايفها قالب واحد. يعني انت بتقيم المرأة على انها كيرف معين، شكل وش معين، شكل معين لابعاد الثدي، هو ده نفسه بقى عبء.